حل رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف صباح اليوم الجمعة بالمغرب تحسبا لترأسه اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئته الكروية بالعاصمة الرباط. وكان في استقبال رئيس الكاف رئيس الجامعة المغربية فوزي القجع تحسبا لعقد الاجتماع والذي سيسبق نهائي كأس افريقيا تحت 23 سنة. هذا وشهد الاستقبال عناق حار بين رئيس الكاف باتريس موتسيبي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع، لينفي بذلك كل الأخبار التي سوقت أن هناك خلاف كبير بين فوزي القجع ورئيس الاتحاد الافريقي باتريس موتسيبي. ويذكر أن الكاف قد أعلن عبر موقعه الرسمي أن الاجتماع سيتم عقده منتصف نهار اليوم الجمعة، والذي سيتناول العديد من القضايا بما في ذلك عملية دراسة ملفات الترشح لاحتضان كان 2025 و2027. كما أضاف البيان أنه سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة ما يتعلق بالجمعية العامة العادية التي من المنتظر أن تعقد في الكوت ديفوار.